لما يدخل عبد الله بن حذافة السهمي على ملك من ملوك الروم لما أسروه رضي الله عنه وأصحابه، فلما أسر قال لا تقتلوه وإنما ارموا بالسهم بين جنبيه ولا أريد أن تصيبوه، فصاروا يرمونه بالسهم يخوفونه، ثم قال قفوا، ثم قال له اترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي. قال والله لو أعطيتني ملكك كله ما تركت هذا الدين. قال إني قاتلك، قال افعل ما تشاء. فأتي بقدر عظيم فيه الماء الحار يغلي، فأخذ أحد الأسرى فألقي في القدر فصار عظاما تلوح، مات لشدة حرارة الماء. فقالوا له إن لم ترجع عن دين محمد ألقيناك فيما ألقيناه فيه. قال افعلوا ما شئتم. فأخذوه وحملوه على بكرة ليلقوه من بعيد في هذا القدر العظيم، فلما رفع بكى، وكانوا ينتظرون هذه الساعة. بكى يعني خاف لعله رجع، فقال قفوا، فقال بكيت؟ قال نعم. قال ما الذي أبكاك؟ قال أبكاني أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله، تمنيت أن تكون لي أكثر من نفس تذهب في سبيل الله. كما قال والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتدري أن الله جمع أباك وأصحابه؟ فقال تمنوا علي. قالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية، لما رأوا من النعيم بهذه اللحظات عند خروج الروح. يغفر للمجاهد مع أول قطرة دم تخرج منه. قال بكيت أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله. فقال خذوه إلى السجن. فأخذوه إلى السجن فمنع من الطعام حتى إذا بلغ به الجوع والعطش مأخذا قال قدموا له الخنزير والخمر، فقدموه له فما شرب الخمر ولا أكل الخنزير. فأخبر الملك